جيل بعد جيل يصعد إلى منصات التتويج، وسيطر على كرة أوروبا لسنوات. حقبة الذهبية اللي كانت مع زيدان، قبلها في كارلو أنشيلوتي وبعدها لكارلو أنشيلوتي. اعتاد ريال مدريد أن يكون هو الزعيم، هو البطل عالميا، هو الكبير على مستوى كرة القدم الأوروبية، هو الأغلى أيضا. وبالتالي فإن من أجل هذا الشعار لابد أن ريال مدريد يحافظ على هذه التقاليد وعلى هذه الشخصية وعلى هذه الجينات البطولية، من أجل تتويج بعد آخر كريم ولقب بعد آخر بنزيما. كريم حضر في النهائي بعد أن غاب عن دور نصف النهائي، وكان لحضوره أثرا مهما بعد أن سجل هدفا في هذه المباراة النهائية مع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل رئيس الجامعة المغربية، وحديث مع كريم وتهنئته بهذا الانتصار. اكتمل كل شيء في هذا العرس العالمي بعد أن توج الزعيم ثاني على مستوى العالم في هذه البطولة. الآن يتوج ريال مدريد بكأس العالم للأندية، أكثر الأندية تتويجا في دوري الأبطال وأكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية. ريال مدريد بطولة أخرى كبيرة في سجل المرنجي، واحتفال بعد آخر ولقب بعد آخر. لا يشيخ هذا الريال، لا يكبر هذا الريال، يزداد لمعانا ويزداد جوعا للألقاب ويزداد بريقا مع الوقت ويزداد جماهيرية على مستوى العالم. أنشيلوتي ونجومه يحتفلون بهذه البطولة العالمية، يستدعي بقية الفريق الفني، وفرحة كبيرة للمرنجي في هذه الأجواء الاحتفالية الرائعة في الرباط. اكتمل المشهد العالمي، توج ريال مدريد بكأس جديدة عالمية أخرى في تاريخ النادي للمرة الثامنة في تاريخ ريال مدريد. وقبل ذلك توج الهلال بالمركز الثاني في هذه البطولة العالمية، واستمتع الجميع بهذه الأجواء. شكرا لكم سيداتي وسادتي، مبروك لأنصار ريال مدريد في كل مكان، مبروك لهم هذه الكأس وهذه البطولة وهذه الفرحة. وهاردك لجماهير الهلال بطبيعة الحال لنحييها ونشكر فريقها على المستوى البطولي اللي ظهر فيه في هذه المباراة النهائية. وأيضا ندعو الجميع بالنسبة لأنصار الهلال والجماهير السعودية على استقبالهم، استقبال الأبطال عندما يأتون إلى المملكة مرفوعي الرأس، وصيف العالم كرقم كبير جدا بعد أن سجل 3 أهداف كاملة في مرمى ريال مدريد في مباراة نهائية. اللقطة الأجمل والأغلى والأروع في هذه الصورة، ريال مدريد بطل العالم مرة أخرى وسنة أخرى، القائد بنزيما أكثر فرنسي تتويجا بالألقاب على مدار يوم في تاريخ كرة القدم الفرنسية. والرباط تحتفل بهذه البطولة العالمية اللي نظمت بطريقة رائعة للغاية. شكرا للمتابعة. الآن عودة للزميل